في مطبخ أمال التونسية. مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا، وشكرا لكم سامحوني ديما على التعليقات نتاعكم المزيانه والمتميزه والمتابعه نتاعكم المزيانه زيدا كيف كيف القناتي. شكرا لكم الناس الكل. بالنسبه لليوم كما تشوفوا باش نعمل طبق نتاع سمك معناها محمر في الفور والحوت كما نقولوا احنا في تونس. دونك انا خذيتوني سمك هو الدورات كما تشوفوا. دونك هذايا هو نظفته بطبيعه الحال من داخل، حليته معناها بالبي. دونك توا باش نوريكم معناها الطريقه اللي انا نستعملها ديما باش نعمل الطبق نتاع السمك نتاعي وكيفاش معناها نفوحوا الحوتات نتاعنا في الفور. بي اول حاجه دونك باش ناخذ انا الطبق نتاعي بطبيعه الحال باش نحطه وباش ناخذ حوته. دونك هذه هي الحوته نتاعنا. دونك هوني انا قصيت لها معناها احسن حاجه نحن نقصوا معناها الاحراف من هوني، حاجه معناها ضروريه. او بعد زيدا باش نقصوا هوني. دونك هذوما اللي زال نحيوهم، هذوما زيدا كيف كيف. حاولوا زيدا هوني كيف كيف. ولا هذوما هما الحوتات نتاعنا باش نكملوا نعملوهم الكل كيف كيف. كيما تشوفوا الحوتات نتاعنا نظفناهم الكل وزيدا حلينا معناها هوني من داخل. نحاولوا هكا بشويه معناها بالسكينه، السكينه زعما تكون منشار تكون احسن، ونردوا بالنا معناها من الشوك نحلوا هكا شويه من داخل، نحلوهم الكل كيف كيف. ولا نحلوهم معناها بالبي من داخل. دونك توا باش نبداو نحضروا معناها الخليط باش نفوحوا به. دونك انا خديت هوني بطبيعه الحال البول هذا حطيت فيه شويه معدنوس باش نضيفوا بطبيعه الحال احنا توا اللفاحات نتاعنا. اول حاجه باش نحطوا الثوم. دونك هوني توا هذا البول نحاول هكا فوالا باش تنجموا تراوني. دونك نحطوا الثوم نتاعنا ولا نجموا نرابيوه زاده. انا اخترت باش نخليها انا باش نقصوا هكا بالسكينه. بطبيعه الحال في اللفاحات عنا هوني الكمون، عنا هوني شويه ليزير بذوكم من عنا كليل وزعتر والكل، عنا شويه ملح وعنا هوني شويه فلفل اكحل باش نحطوا اللفاحات نتاعنا الكل. الملح ماذا بينا معناها ما نحطوش برشا الحقيقه. ناخذوا القارص وعنا زيدا هوني القارص دي رونديل معناها قصيناهم هكا معناها جويدات. من بعد نقول لكم شنو باش نعملوا بهم. دونك توا باش نضيفوا الزيت انا نستعمل شويه زيت زيتونه، نجموا نتوما تستعملوا اي نوع نتاع زيت اخر معناها تحبوه. دونك نخلطوا توا المكونات نتاعنا الكل. دونك ناخذوا الحوته نتاعنا توا، نحاولوا سكينه منشار تكون احسن. فوالا نحلوهم هكا وناخذوا الخليط نتاعنا هذا بطبيعه الحال باش ناخذوا شويه. نحطوه من داخل وناخذوا هوني القارص نتاعنا لي غوندي اللي قلت لكم عليهم هوني هكا
وهيك. دونك الحوته نتاعنا حاضره، نكملوا البقيه كيف كيف. نتاعنا على هوني مفوحين وحاضرين. ولا كيما تشوفوا الحوتات نتاعنا سامحوني مفوحين حاضرين. دونك توا بطبيعه الحال باش نغطيوهم بالباهي بالباهي، نزيدوا معناها لي تطويل ونحطوهم ان شاء الله في الفور بالباهي بالباهي، ومعناها نورمالمون على الاقل حتى ساعه ونص ساعتين. الطبخ نتاع السمك نتاعنا في الفرن. توا باش نحضروا معقود البطاطا على طريقتي المطبخ امال التونسيه. دونك هوني خدينا البطاطا بطبيعه الحال سمطناها هوني. توا باش دونك نعملوها بالفرشيطه. كان عندكم انتم معناها لاباري تنجموا تعملوا بها. دونك هوني خديت الفرomاج، خديت هوني 3 طباع فرomاج، خديت شويه هريسه عربي، خديت هوني فرomاج معناها غابي اي نوع زاد كيف كيف نتاع فرomاج باش تستعملوه. خديت هوني شويه معدنوس بطبيعه الحال قصيناه والكل باش نفوحوا. دونك هوني خدينا شويه طيب كرويه، خدينا شويه كركم، شويه ملح وشويه فلفل اكحل، وعندنا بطبيعه الحال الزيت اللي باش نشكلوا به الكعيبيرات نتاعنا. وهوني عندي خديت اصفر عظمه بطبيعه الحال، وزدتها انا شويه كركم اللي بعد باش نتليو بها بطبيعه الحال الكعيبيرات نتاعنا نتاع البطاطا لليوم. باش نبداو بشويه بشويه مع بعضنا. يعني وصفه سهله ما تاخذش منا برشا وقت، هكا تكون معناها مع كما نقولوا احنا مع سامحوني مع الحوت يعني ولا مع السمك حاجه باهيه معناها هكا سورتو للصغيرات كيف كيف وحتى للكبار زاده. بقى لنا كان باش نضيفوا بطبيعه الحال العظم. دونك هذه الكعبه الاولى، اذا بينا نحطوا بالكعيبه يكون احسن. دونك باش نضيفوا كعيبه ثانيه.
الكعيبات نتاعنا دونك حاضرين. معناها تبقى لنا شويه دونك هذايا طبق لول تو نحطوه احنا في الفور. دونك باش ناخذوا اصفر العظمه نتاعنا اللي قلت لكم انا حطيت فيها شويه كركم وباش ندهنوا الكعيبات نتاعنا، وبعد باش ندخلوهم بطبيعه الحال للفور. حطوها على 180 درجه مده ربيع ساعه ونتفقدوا.